بسم الله الرحمن الرحيم. سلامي الأستاذ إسلام. أنا طبعا ده الفيديو اللي كنت قلت لحضرتك عليه عشان السؤال بتاعي. أنا عامل شيت للسلف العاملين زي ما انت شفتوا. عامل فيه طبعا كود، يعني فورم للبحث، فورم للتسجيل. طبعا الفورم التسجيل عامل فيه شوية فيديوهات شفتها من أستاذة ساجدة ومن حضرتك، الساعة والصورة وادخال كلمة السر وتلوين زر الأوكي. طبعا بدخل كلمة السر بيطلع الفورم بتاع التسجيل. عامل ليست في الكومبو فيها الأقسام. عامل حاطط تكست بوكس للاسم وللسلفة، وعامل بعدها القسط والكود. مثلا لو قلنا بياخد 1000 جنيه هيدفع قسط 100 جنيه مثلا كل شهر. الكود بتاعه والتاريخ اللي بدأ ياخد فيه السلفة. انا مش مقسم له السلفة انها ثابتة، لا، يعني اللي بيدفعه كل شهر بحيث ان هي داخلي. وعامل المدة مثلا هيدفعه في مثلا في 3 اشهر ولا حاجة. المدفوع مثلا دفع كل شهر 100 جنيه او 200 جنيه وبنرحل تسجيل. طبعا دي حاجة ليا بقى خاصة بقى. بحث في السلف. مجرد ما ان احنا بنكتب اسم العامل اللي واخد سلفة بيطلع لي كل البيانات اللي انا سجلتها. لحد هنا الموضوع كويس، يعني بفضل الله اتنفذ بنجاح. في نقطة بقى اللي هي التجميع ده. انا عامل هنا ده الفلوك اب في الصف دوت عشان كود البحث يشوفه، وعامل فلوك اب على الشيت دوت اللي انا مرحل فيه. طبعا المجاميع تحت كنت عامل صم عادي مجمع، والباقي مخصم السلفة مخصم منها المدفوع وخلاص. السؤال هنا انا عايز حاجة معينة اللي هي ايه؟ انا عايز اني لما ادوس مثلا كلمة محمد او محمود ايا كان اسم اللي واخد السلفة يسمع لي تحت. يعني عندي لما ادوس الاسم باللي انا هعمل فيه البحث بكود البحث، او المكتب محمد او محمود او اي حد، وهو بيسمع عند كود عند الصف اللي فيه الفلوك اب اللي انا عامله، يسمع لي تحت عند التجميع يكتب لي هنا هو محمد نفس اسم البحث اللي فوق. انا عامل هنا الجديد ان انا جددت، عملت صم اف في السلفة وصم اف في المدفوع، وطبعا في الباقي طرحت المدفوع من السلفة اداني الباقي. فانا لما هكتب محمد هنا هو العملية هتنجح. انما من غير ما يكتب هنا محمد زي ما حضرتك عارف هيطلع لي الصف اللي فوق بس، يعني هيطلع لي ناتج صف واحد، مش هيعمل لي النتيجة اللي انا عايزها في ان انا اصفي بدل ما اعمل فلتر. وبالتالي مش هقدر ان انا اشتغل عن طريق اليوزر فورم، لازم هكون على الشيت نفسه بالفلتر. فكده العملية سهلة جدا. هو بس اللي انا محتاجه ازاي ان انا لما ادوس اكتب محمد فوق زي ما قلت لحضرتك يكتب لي محمد تحت هنا، وبالتالي هيشوف الفلوك اب هيتم بتاعي والبحث هيشوفه، يبقى النتيجة اللي انا عايزها هتتحقق ان شاء الله. ويا ريت يكون وصل الفكرة اللي في دماغي. معلش انا عارف بتعبك جدا معايا، وطبعا ربنا يجعله في ميزان حسناتك. وسلامي تاني لحضرتك وللجروب والاستاذ محمد جود الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.